هل ينفع نكبر الصور الصغيرة؟ الإجابة القصيرة ممكن، الإجابة الطويلة بقى ممكن بالذكاء الاصطناعي. إيه بقى اللي حشر الذكاء الاصطناعي في الموضوع؟ قبل ما أشرح ليه محتاجين ذكاء أصلا سواء طبيعي أو صناعي، خلينا نكبر صورة الأول باستخدام ذكائي أنا. خلينا نشتغل على صورة مثالية للتكبير. الصورة أبيض وأسود وأبعادها 150 في 150 بكسل، وعاوز أكبرها ل4 أضعاف ريزوليوشن. معلومة بس كده على الهامش، 4 أضعاف ريزوليوشن بيساوي 16 ضعف في الميجا بكسل. نرجع لتكبير الصورة. الخطوة الأولى مضاعفة عدد البكسل، الخطوة الثانية هستخدم ذكائي الطبيعي لتحديد الإدجز، الخطوة الثالثة هقرر بفهمي للإدجز المفروض يكون فين في الصورة الجديدة وهسترجعه بالبرش، وكده الصورة كبرت. كده أنا دهنت على الصورة بالبرش، يعني أضفت تفاصيل ما كانتش موجودة في الصورة الأساسية أساسا بناء على ذكائي وفهمي لمحتوى الصورة، وده اسمه الإيمج انفنشن. وهو ده السبب إننا محتاجين ذكاء اصطناعي في تكبير الصورة، لأننا محتاجين حد يقرر وينفنت بناء على مهارته وفهمه للصورة، وده طبعا أسرع وأرخص من إنك تجيب رسام، واللي يعتبر هو الحل المثالي لاسترجاع أو تكبير أي صورة. أحب أعرف رأيكم إذا كان الفيديو ممل ولا لأ، وتحبوا تعرفوا إيه في الفيديوهات الجاية.